عندي موظف شاطر جدا ومهم، بس اي حد بيشتغل معاه بيضايق منه، مفيش حد بيحبه، اعمل ايه؟ سؤال جامد جدا. بص يا فندم، اول حاجة حضرتك افصل بين ادائه وبين سلوكه. يعني الاداء المتميز ما بيبررش اي سلوك سيء. تاني، الاداء المتميز ما بيبررش اي سلوك سيء. حضرتك سمعتني كويس؟ يعني انا ممكن يكون عندي احسن بني ادم بيديلك شغل كشغل، بس سلوكه مع الناس مش احسن حاجه. انا بالنسبه لي اقول له باي باي، فيرويل، هقول له حفله وداع. الشركه يا فندم عباره عن ادارات، ادارات فيهم ناس، والناس فيهم نفسيات. فانت لازم يبقى عندك الموظف المهم ده اللي انت بتقول عليه شاطر، لازم يكون فاهم ازاي يتعامل مع الناس. دي حاجه مهمه جدا، لانه لو مش عارف يتعامل مع الناس انا هسميه توكسيك. يعني ايه توكسيك؟ يعني ممكن الشخص ده يكون سبب ان في ناس كتير عندك في الشركه انتاجيتها او بتشتغل بشكل اقل. يعني تخيل لو انت النهارده عينته كمدير، بكره الصبح الناس ممكن تقدم استقالتها وتلاقي الاداره كلها وقعت. الهدف مش اللي انت يكون عندك نجم، الهدف ان انت يكون عندك ناس بتعرف تشتغل مع بعض. فاهمني؟